في سيناريو بيتكرر في حياتنا بشكل غريب، الحقيقة إنه محتاج وقفة. تخيل معايا كده إنك لسه جايب عربية جديدة وفرحان بيها، يقابلك واحد صاحبك اللي عنده عربية أكبر وأحدث وأغلى بكتير من عربيتك، يسألك بكل عشم وود: مبروك، جبتها بكام؟ تعدي الأيام وتيجي خبطة بسيطة جدا في العربية، غلطة سواقة، سوء حظ، عادي بتحصل لكل الناس. تسمع ساعتها الجملة الشهيرة اللي كلنا اتعودنا عليها: ما تشيلوا عينيكم من حياتنا بقى. الحقيقة إن هنا بتظهر المفارقة الغريبة والعميقة. إزاي بنقدر نتهم حد عنده الأفضل والأحسن والأغلى بإنه بيحسدنا على حاجة أقل بكتير من اللي عنده؟ في الحقيقة لما بنلجأ للتفسير ده، العقل بيكون عامل قفزة كبيرة جدا في التفكير، وبيتجاهل كل الأسباب المنطقية اللي ممكن تكون سبب في الحادثة. العقل هنا بيعمل ربط وهمي بين حدثين متتاليين: الأول السؤال البريء عن السعر، التاني هو الحادثة، وبيفترض إن الأول هو السبب الغامض للتاني. ده بيخليني أرتاح من مسؤولية تفسير الخطأ الفعلي، زي إني أكون ما انتبهتش وأنا سايق، أو ما خططتش صح، أو إني كنت مجهد وبحط اللوم على قوة خارجية أنا ماليش يد فيها. الهروب ده هو اللي بيحمينا مؤقتا من الإحساس بالذنب والفشل. الخطر الأكبر إن الاتهام ده بيتوجه للشخص اللي عنده الأحسن، وده بيكشف عن إن الاتهام عمره ما كان منطقي، ولكنه نفسي بحت. الشخص اللي بنتهمه بالحسد هو غالبا نموذج للنجاح إحنا بنحلم نوصله. لما بنفشل بيكون صعب علينا إننا نعترف بتفوقه أو مجهوده أو تخطيطه كويس، فللأسف دايما بنلجأ لحيلة بسيطة: إننا بنتهرب من مسؤوليتنا وبننزع عنه قيمته كنموذج إيجابي، وبنقول إن النجاح ده مش كفاية، وإنه رغم كل اللي عنده عينه دايما على اللي في إيدينا. الاتهام ده بيمنحنا شعور مزيف بالتميز والقيمة الذاتية العالية، وكأننا بنقول لنفسنا: حاجتي أنا أهم لدرجة إنها جذبت انتباه اللي عنده الأفضل. القلق ده أو الهاجس اللي بيخلينا نحول أي فضول ودي لتهديد شرير بيكون غالبا نابع من قلق داخلي، أو شعور بعدم الأمان أو عدم الرضا باللي عندنا. اللوم على العين في الحالات دي ما بيكونش هو تفسير المشكلة، قد ما بيكون تعبير عن عجزنا عن مواجهة الأسباب الحقيقية أو شعورنا بالتقصير. إنك تعيش بسلام بيطلب مننا حاجة بسيطة لكنها أساسية: إننا نفصل تماما بين السبب الاجتماعي اللي هو السؤال والإعجاب، وبين النتيجة المادية اللي هي الخطأ أو الفشل. لما بتحصل مشكلة، وقف التفكير في مين اللي شاف، وابدأ اسأل نفسك: إيه الأسباب الحقيقية اللي كان ممكن أعملها أحسن المرة دي؟ الوعي بيمنحك دايما قوة في التغيير، بيخليك تركز على تطوير حياتك وتصحيح أخطائك، بدلا من إهدار طاقتك في مراقبة نوايا الآخرين والبحث عن شماعة لأي غلطة. لكن السؤال المهم دلوقتي: إيه هو البديل الإيجابي لكل ده؟ الحل الحقيقي والعملي هو إننا نوجه كل الطاقة اللي بنبذلها في اتهام الآخرين ونوظفها في التركيز على حياتنا إحنا. الشخص اللي بيقضي وقته في تحليل نظرات الآخرين أو بيحسس نفسه دايما إنه مستهدف من الجميع، هو في الحقيقة بيعمل ده علشان يهرب من مواجهة نفسه. هو بيخلق لنفسه شعور مزيف بإنه شخص لا يعوض، لدرجة إن الكل بيتمنى زوال النعمة من عنده. بيحسس نفسه إن مفيش منه إنه شخصية نادرة، وده بيديله قيمة لحظية وهشة في نفس الوقت. ولكن الحقيقة المرة اللي بتهرب منها النفس هي إن معظم الفشل اللي بنعيشه بيكون سببه التقصير في التخطيط، أو ضعف المجهود، أو إهمال المشاكل النفسية الحقيقية زي التسويف والخوف من إننا نبادر ونعمل حاجة صح. تخيل لو الشخص ده استثمر ساعة واحدة بس من وقته في تطوير مهارة جديدة، أو في مراجعة الأخطاء اللي عملها في شغله، أو حتى في علاج المشاكل النفسية اللي بتخليه خايف طول الوقت من الناس، بدلا من استثمارها في إنه يدور عن عيون بتراقب نجاحه الوهمي. هنا هتكون النتيجة أفضل مليون مرة. لما تختار إنك تشغل نفسك بحالك وبتطوير ذاتك،
وتواجه فشلك بصدق وتتعامل مع عواقب أفعالك بعقلانية، مش هتحتاج وقتها إن أنت تدور عن مبررات خارجية زي الحسد، لأنك هتكون مشغول جدا بإنك تبني نفسك لدرجة إن أصوات الانتقاد أو الأوهام اللي موجودة في دماغك بس مش هتوصلك أصلا. قيمة الإنسان الحقيقية ما بتجيش من عدد الأعداء اللي حواليه أو الحساد اللي هو دايما بيتخيلهم، ولكن من حجم الإنجاز اللي بيقدر يحققه على أرض الواقع. كفاية هروب وتحمل مسؤولية إنك تبني حياتك بنفسك. الأهم من ده كله لازم نفهم إن مفيش إنسان كل الناس مستقصداه وكل الناس حاطاه في دماغها. ببساطة العالم مشغول بنفسه أكتر بكتير من إنه يكون مشغول بيك أنت. كل شخص عنده ضغوطاته ومشاكله وأهدافه اللي بتخليه يركز على نفسه بنسبة 99% من وقته. فكرة إنك مركز اهتمام الكون وإن كل خطأ بيحصل لك هو مؤامرة من الآخرين، دي فكرة غير واقعية بالمرة وبتفصلك عن الحياة الطبيعية. في حقيقة كمان لازم نتقبلها، مفيش شخص كل أيامه وأوقاته صعبة وما فيهاش لحظات حلوة. كلنا بنعدي بأيام فيها ضغط وفشل وخسارة، ولكن الحياة عمرها ما كانت كلها أيام صعبة. الحياة عبارة عن مزيج طبيعي بين الحلو والوحش، بين النجاح المؤقت والفشل برضو المؤقت. المشكلة بتبدأ لما نختار إننا نركز على الوحش بس ونعمل له تضخيم ونربطه على طول بسبب خارجي غامض زي الحسد. طول ما انت بتعمل كده وبتفضل تقول ان اي غلطة حصلت اكيد سببها ان الناس بصالك في حياتك، فالمشكلة الحقيقية مش في الناس، المشكلة فيك انت. هتفضل طول عمرك في نفس الدوامة القاتلة اللي مسيرها في يوم من الايام هتبلعك. عمرك ما هتقدر تتقدم خطوة واحدة في حياتك، وده هيخليك دايما ناقم على كل الناس وكاره للكل، بالرغم من ان الناس ملهاش اي ذنب. والمشكلة الاساسية في نظرتك المريضة للامور. لما بتختار انك تتحمل المسؤولية، انت بتختار تخرج من دور الضحية وبتتحول لصانع التغيير في حياتك. وعشان نكون صراحة، في هنا فخ معظم الناس بتقع فيه، وانا هنا بتكلم عن الناس الشكاية تحديدا. الفخ ده بيكمن في ان الاعلان المبالغ فيه بيخلق هالة وهمية. بنعرض عشان نحس بالقيمة، وبمجرد ما بنعرض بنبدأ نخاف من ان القيمة دي تتسرق مننا، فنبدأ بقى نعيش في قلق دايما من العيون اللي بتحسد. احنا بايدينا اللي نحول حياتنا لمسرح مكشوف ونطلب من الجمهور انه يركز معانا، ولكن للأسف لما بتحصل اي مشكلة بسيطة بنلوم الجمهور على انه هو قام بدوره وركز فعلا. التوازن الحقيقي مش انك تعيش خايف من ان حد يحسدك على عربيتك القديمة، ولكن انك تكون راضي عن نفسك لدرجة انك ما تحتاجش تعرض كل تفاصيل حياتك عشان تثبت قيمتك لأي حد. قوة الإنسان مش في اللي بيظهره للناس، قوة الإنسان في السكينة الداخلية اللي بيحافظ عليها من دوشة العرض والتباهي. اللي بيقدر يحافظ على إنجازاته وعلاقاته وسعادته بعيد عن الأضواء هو اللي بيقدر يعيش بهدوء ويركز على خطواته الجاية. الفشل الحقيقي مش الخبطة في العربية، الفشل الحقيقي هو إنك تخلي رضاك عن نفسك متعلق بردود وأفعال الآخرين. أنا محمد حلمي، وأنت كنت بتسمع حلقة من حلقات بودكاست غاوي حكاوي.